الملحن عمرو مصطفى قام بحذف أغنية رامي صبري يمكن خير من اليوتيوب بعد اتهامه لرامي بسرقة الأغنية. بقول لك انا ما انفعلتش من شويه، انا عمال اتسرق، بس عمال اتسرق اغنيه كلها، فجه قال لي انا عاملها من 2016. هو بيتكلم غلط. كلمة سرقة دي كلمة كبيرة جدا يتحاسب عليها قانونيا. انا راجل، لو انا راجل عندي مشاكل نفسية ما كنتش خليته يشتغل تاني بالقانون. انما انا عشان انا مهذب ومحترم ومتربي كويس هعديها واكبر دماغي عشان مراته ست محترمة وولاده زي ولادي بس، والموضوع خلص عندي. طيب انا لما باجي اسجل على الموبايل بيجي لي الريكورد بتاع الاغنيه دي 2009. لما باجي اسجل على اي جهاز كمبيوتر بيجي 2009. لما باجي اسجل على اي آلة بيقولوا ان انا 2009. انا عايز بقى حاجه يطلعها قدام الناس كلها متسجله 2009. طيب مساء الخير يا جماعة، أنا رامي صبري. بقدم لأول مرة المشكلة بتاعتي أنا وعمرو بتاعت الأغنية إن هي هو بيقول إن أنا سارقها منه، وهو قال قدم لي فيديو بيقول إن الأغنية دي على الكمبيوتر عندك أو في الاستوديو بتاعك من ساعة ما أنت لحنتها أو قبل ما أنا أنزلها. فأنا دورت أهو في السيرش على يمكن خير، كتبت يمكن فطلعت لي كل الاوديوز دي. يمكن خير اهي، بصوا مقسوم اهي اهي اهي. ولا وقت اننا نتحاسب، ولا وقت اننا نلوم ولا عاتب. ايه هيفيد؟ ندوس هنا كليك شمال عشان نروح، ندوس هنا كليك شمال عشان نروح نعرف التاريخ بتاعها اتعملت امتى. فهندوس جيت انفو كده، هيطلع لنا الاخ ده بيقول ايه، بيقول اتعملت امتى سنة كام اهي. يمكن خير مقسوم تمام 2019 6:12 دقيقة بالليل 22 أكتوبر 2019، يعني من حوالي 3 سنين ونص. هو أغنيته نزلت 2020 2022 وأنا أغنيتي نزلت 2023. تمام كده أنا أثبتت بالفيديو زي ما عمرو مصطفى كان عاوز، والكلام ده هيتقدم لليوتيوب عشان إن شاء الله مشكلة الأغنية